صباح الخير، أسعد الله صباحكم حبايب قلبي بكل خير وين ما كنتوا عم تحضروا هذا اللايف. دايما عم تقفروني بوجهي انه انا حدا هيك. صراحة في اشياء كثير بوجهي صح، واولهم واهمهم واكبرهم اكبر همهم اللي عم بصير بغزة لاهلنا. انا مثل بيي، مثل امي، مثل اخواتي، عائلتي، اولادي اللي عم بيموتوا. هيدا اذا ما كان دايما مبين بوجهنا ودايما حاملينه، بصراحه والله العظيم نحن مش موجودين بهالحياه، ونحن ما خرج انه نكون موجودين بصراحه. فالدعاء ما تستقلوا فيه، لا نملك الا الدعاء. هاي اول شغله. شو فينا نقدم اكثر بعد بهذا الموضوع؟ ما نقصر، بس اهمه حاليا الدعاء، وانه نضل نشوف الامور الصح. والسوشيال ميديا اللي متشيرة نحن على الواتساب، حتى القصص اللي بتوصلنا والمجازر وهيدي بصراحة مش للتشيير. أنا برأيي ننشر الأمل. نحن بحاجة كثير لنشر الأمل بيناتنا. هذا أهم شيء، إنه بنقدر. واليقين، يضل عنا هذا اليقين إنه بإذن الله بيوم من الأيام رح يتحرر الأقصى ورح تتحرر فلسطين. وهذا لحاله أصلا انتصار. لهلا هذا انتصار. شو ما عم يعملوا من مجازر على باب المستشفيات وعلى المستشفيات نفسها، هذا لحاله انتصار. الوضع معروف اللي رح يعملوه. رح يكملوا بالمجازر لرقم معين، في رقم معين، وبعدين رح تصير في مفاوضات غصبا عن اللي جابهم، غصبا عن قرفهم كلهم سوا. بدهم ينجحوا يفاوضوا على الأسرى، ورح يصير في تبادل الأسرى، ورح تكون أكبر صفقة إن شاء الله. هذا الأمل اللي بدنا إياه. الله يفرجها علينا وعليهم، وبندعي لهم بالخير. وما تنسوا، عن جد ما تنسوا تدعوا لهم، لانه الدعوه والله العظيم ما تستقلوا قد ايه دعواتكم بتفيد ان شاء الله لما تكون طالعه من قلبكم كمان لهم. الله يفرجها علينا وعليهم. ودائما نثقف اولادنا ونثقف اللي حوالينا ومحيطنا. وايه، لا ما نضل مبسوطين، لا ما فينا نعيش مبسوطين. انا كمان بدي اوجه رساله لكل الانفلونسرز، كل اللي بيعملوا دعايات. يعني ما احلاهم الناس يلي وقفوا يعملوا دعايات. هلا بيقولوا لي انه يعني ما بنكمل اشغالنا. حبيب قلبي فهمني، انت اللي عندك شغل، لا دلك سوق لنفسك. بس سوق لنفسك دايما انت ذاكر ببالك فلسطين. يعني في ناس ممكن عم بشوفوك من غزة، يا اخي ما فيك حتى لو انت محل برجر، ما فيك تفتح البرجر. بسوق لنفسي، ما فيك تعمل الحركات. سوق انه انا عندي 1 2 3 4. واحتراما لاهل غزه انا مش رح افتح، لانه يكون قاطع له شي حدا، يكون مرق له شي حدا، بس يشوف هالمنظر والله بتبكي، والله ببكيك في يوم الايام. مش مزبوطه هيدا انت كصاحب محل. اما اللي بيجوا بيعملوا دعايات لك، انها هو اضرب بصراحه. مش وقت تقبض يا خيي، ما عليه، ما معك خي، ما بعرف، بدك تعمل دعايه اعملها بشكل هيك عن جد بنصب اعينك انه في ناس عم تحضرك من اهل الشهداء، من اهل الجرحى، من اهل المفقودين اهلهم. يعني فكروا بهذا الموضوع. انتم مفكرين انه نحن مش بحاجه لشغل، او مش دائما لازم عن جد نشتغل ونعمل دعايات؟ طب انا عندي محل برجر ومحل تاني كمان اكل، اوكي. طب انا مصور شيء بالارز ارزنا، محميتنا هون بالباروك. انا مصور شيء مش قادر اشتغلهم، ما قادر اروح صور فيديوهات على البرجر واعمل دعايه حلوه لهالزلمه. بقدر، مش قادر، بقدر بكره بعملها، بس ممتنع عن اني اعملها. يا خيي ما حس حالي بدي اقول بس لا، بل طلبت وعم بطلب من اللي عم يحكوني لدعايه انه اذا في شيء انساني بهالدعايه تعملوه كرييتيف براسكم، شيء لفلسطين. بس كمان برجع بقول انه حاسس حالي عم بحكي في شيء الا بده ينفهم غلط. لك انا هذيك المره كنت طالع لايف هون يا جماعه، حبه مترو هيدي صغيره، مترو حتى مش المترو الكبير، وعم بشرب نسكافيتي، تمام، اللي هو شيء عادي روتيني بعمله. في ناس حكيوني على السوشيال ميديا انه ليك، او في ناس قالوا فاتوا يا عيب الشوم قاعد عم ياكل مترو، قاعد عم يشرب نسكافيه. لك يا خيي الله بيعرف شو هي النية أصلاً، وكيف إنه عم بشرب وكذا. بس بترجع بتفكر فيه ولك إيه، روح للإكستريم. بدك تروح للإكستريم بهيدي الأيام، للإكستريم إنه في ناس عم تحضرك يا خيي.
ميتة، لك ميتة بمعنى ميت قلبها رايح لناس. حكينا بهذا الموضوع، فكر فيها، فكر فيها، ما فيك تطلع تحكي عادي. هلا انا شو بدي احكي بهذا الفيديو؟ انا حكيت اللي بدي احكيه هلا عن هذا الشيء، فهيدي رسائلي وصلت للانفلونسرز ولغيرهم. وعلى فكره كمان بدي اعطي تحيه هون للشيف عمر، الشيف عمر حبيبنا السوري حبيب قلبي، يلي كلكم بتعرفوه طبعا، اشهر من ان يعرف الزلمه، اسم الله عليه كيف انه لانه هو كمان خصه بالاكل. حكى بهيك شيء انه انا ما فيني، انه انا ما هذا احترمته كثير للزلمه، احترمته بزياده. خيي ايه ما في يكمل شغله يا خيي. من ترك شيء مش عم يترك هو، من هلا فيكم تاخذوها تاجيل لله، الله بيعوض له. خي الله بيعوض لنا، الله بيعوض لنا. ما تفكروا نحن مش بحاجه لاشغال، كلنا بحاجه لاشغال، اوكي؟ وكل يوم نحن لازم نقبض، الحياه منا سهله، تمام؟ بس لا مش هيك، بدكم تفكروا شوي بالاساس. هن الاساس. الله يفرج علينا وعليهم. الشق الثاني من اللي بدي احكيه اليوم، انا هلا تسويق، اوكي؟ رح سوق شوي، بس رح سوق بهذا الشكل وهذا المنظر، بدكم تتقبلوني هيك. انا معصب، انا حدا معصب زعلان. ما بدي افرح واضحك وهي وبتجنن وليكو الاكل وليكو، لا مش هيك. انا اللي بدي اسوق له هلا انه الحمد لله كتر خير ربنا، عم بعد الخبره باسطنبول كلها سوا. وانا على فكره بعدني هلا بلبنان، اوكي؟ بعدني بلبنان هلا، وان شاء الله قريبا. يعني كنا عم شوف شو بده يصير حوالينا، الواضح انه ما راح يصير شيء، وحد الله محصوره بقلبنا فوق بغزه، يعني حد الله محصوره بقلبنا، لانه نحن بجم الشعب العربي. احكي لي يعني ما بدي هلا اغوص، هلا ما بدي غوص ولا بدي فوت سياسي ولا بدي اقرف بالزياده من عدم دعمهم بكل شيء عسكريا. نحن كعرب ولا شيء بيقرف منا، كلنا سوا شاطرين اقتتال داخلي، نحن شاطرين ندق ببعض داخلي، بس كرمال فلسطين مش شاطرين. تفه على القرف تبعهم كلهم سوا، هيدا كلنا سوا. اول واحد انا بحاسب نفسي، بس لو طالع بايدي، لو عندي صواريخ ولو عندي دبابات ولو عندي كذا، خير. كل الناس اللي عم تحكيني، هذا اللي بدي سوقه لنفسي هلا ولكم، كل الناس اللي عم تحكيني بانه بدها شقق باسطنبول بعد الخبره هيدي كلها باسطنبول. ايه صح، انا صار عندي علاقات بين مليون نصاب، عندي 2 بيفهموا بكل المجالات، بالشقق السياحيه، بزراعه الشعر، بزراعه اسنان، بفتح شركات، بتأجير سيارات، بكل المجالات. حتى لا سمح الله بدكم تعملوا عمليه مستعصيه او اي شيء خاصه يعني ميديكال، يعني كمان دلكم، يعني بكل مجال في مليون نصاب. بس الحمد لله رب العالمين قدرنا نتعرف على 2 و3 الصح، اوكي؟ بكل المجالات. هلا حاليا انا عم بعلن عن، يعني عم ذكركم، انا عم بعمل دعايه بهذا الشكل، هيك بدكم تتقبلوني، بعتذر يعني انه انا بقدر اقدم لكم كل هالخدمات فوق، وعم اقدمها الحمد لله. ناس عم تنزل باوتيلات هونيك من خلالي، ناس عم تاخذ سياره اجار من خلالي، عم يطلعوا بورصه ويروحوا يعني اللي هن اوريدي هونيك. ناس عم تعمل زراعه شعر من خلالي، عم تعمل زراعه اسنان من خلالي، ناس عم تاخذ شقق سياحيه. وخصوصا هلا الناس كثير عم تحكينا انه بلال بدنا شقه لشهر، بدنا شقه ل 15 يوم، لشهرين. هون بدكم تفهموا الشقق السياحيه فوق الترم يعني الكلمه المعروفه فوق انه شقه سياحي او شقه سنوي، هيدي فهموها انتم، اوكي؟ بقول لك انا بدي شقه شهري، يا خيي ما تحكوا شيء مش مفهوم فوق. شقه سياحي يعني تدفع باليوم، يعني 10 ايام، يعني باليوم 15 يوم، شهر، شهرين، هيدي شقه سياحي. اما الشقه السنوي هي سنوي، بتدفع شهري عادي، وبيكون في عليها تدفع اول ما تاخذها بتدفع كوميشن للمكتب اللي هو بيكون شيء 12% من قيمه السنه، وبتدفع تامين اللي هو بيكون اكثر الايام عم بيكون شهرين، اوكي؟ فافهموا شو بدكم فوق. الايجار السنوي حاليا ما عم يعطيكم، ما عم بيخليكم تاخذوا، يعني حتى لو اخذتوا سنوي وحتى لو سجلتوا نفوس عليها للشقه بدها تفاصيل كثير، يعني مش هذا موضوعي هلا، انا هذا موضوع ثاني. ما عم يعطوا اقامه سياحيه اصلا فوق لاول مره، تجديد بيعطوا، اوكي؟ المهم يلي بده شقه سياحيه هلا فوق، مش من خلال مكتب، احكوني، اوكي؟ مش من خلال مكتب، شقه سياحيه. اللي بده شقه سنويه يعني انه يستاجر على سنه، احكوني بشوف لكم. بس اللي بده شقه سياحيه
شو هي؟ بس اللي بده شقه سياحيه، يعني مثلا بده شهر عم تحكوني، عم بقدر عندي مثلا شي 7-8 اشخاص من اصحابي اللي عندهم شقق، اوكي، واللي بيأجروهم على السايتس، على الاير بي ام بي، على booking.com، وانا كمان بأجروهم من خلال ناس عم يحكوني. انا بعرف كل اللي بيحكوني ناس مفلتره، ناس تشبهني بصراحه. اخي انا بشبهكم الحمد لله، والله يثبتنا ويزيدنا هيك الفهم والوعي، وانه نخدم بعض مش ببلاش. تمام، انا بيطلع لي كوميشن صغيره، انا بحط ربح صغير. انا عم قلكم بس بتاخدوا الشقه صح، بتاخدوها بامان، ما بتاخدوها بنصب، لانه موجود هذا الشيء باسطنبول بشكل كتير قوي. تمام، انا عم لكم لك انا بثالث شهر وانتصب علي بألوف الدولارات. اوكي، فالموضوع بس بدكم تحكوا حدا فوق، اذا ما كان خيكم او ابن عمكم او حدا من طرفكم بتعرفوا اصله وفصله، وتجيبوا اللي خلفوا بس ينصب عليكم. اوكي، ما تحكوا مع حدا فوق، ما تحكوا لي، ما تحكوا مع اياد وسعيد ورامي ومازن عم بحكيكم من الاخر والله العظيم. في نصب قد ما بدكم فوق بهذا الموضوع، قد ما بدكم. بعدين التفكير بيختلف يا جماعه، ادفعوا حق التفكير والفهم. يلي بيفكر فيكم التفكير بيشبهكم، يعني بيعطوكم شقه فوق بتحس حالك فايت على حمام. اسطنبول حمام شيء بقرف موجود باسطنبول، شقه بتقرف. بس انه هيدا عطاك اياها ب $600 وهيدا عم بيقول لك ب $1500، لا اكيد بتروح لل 600. حتاكل ضرب عمرك، حتاكل ضرب عمرك، حتطلع على صراصير. موجود هذا القرف. اللي عم يحكيكم يا خي يمكن يكون مش نصاب، بس مش مثل تفكيركم. انتم منكم مشردين. معليه في ناس ما بدي احكي بكل الجنسيات خيي، في ناس لبنانيه بلا فهم، في ناس سوريه بلا فهم، في ناس عراقيه بلا فهم، بكل الجنسيات في عنا ناس بلا فهم ما بيفهموا تفكيركم خيي، ما بيفهموا تفكيركم. فانتم بدكم تعرفوا مع مين تحكوا. وفي ناس نصابين قد ما بدكم بكل الجنسيات العربيه فوق، ويا حرام شو عم ينصبوا، يا حرام شو عم ينصبوا. هذا الفيديو بليز شيروه، اوكي؟ واي خدمه باسطنبول بدكم اياها احكوني، انا بوصلكم على الصح. طبعا بستفيد، بس علشان ما تاكلوها الضرب، يعني ما بدي اعمل حركات بايدي هلا، بس هي هيك، ما هي هيك. كلنا بينتصب علينا اذا ما في النصيحه الصح يلي بتاخدوها وتدفعوا حقها مصاري، بس ما ينتصب عليكم. وما تكونوا اللبنانيه البدادين، سوري يعني، ما تكون السوري اللي بتفهم، ما تكون العرب خي، ما تكون اللي بتفهم. خذ من خبرات غيرك اللي بتوثق فيهم. انا بالنسبه لي انا ما بشتغل معكم، انا بشتغل مع ربي. تمام، والله يثبتني. يمكن بلحظه زيح الشيطان قاعد بكل المحلات بكل الزوايا، دائما الله يثبتني، الله يثبتني، الله يثبتني. ادعوا لي وانا بدعي لكم. والدعاء الاكبر كلها فوق هيدا كله لاهلنا بغزه، الله يفرجها علينا وعليهم. واي خدمه باسطنبول انا معكم لاقدم لكم اياها، خدمه ماجوره. ايه، حطوا عينكم بعيني. اوكي جايز، بحبكم كثير، انا مش رح ازيد اكثر من هيك. ثانك يو على المتابعه بهيدا اللايف، قريب ال 100 شخص. لاف يو جايز. واللي عم يحضروا هيدا اللايف بوقت مش لايف كمان، تحياتي لكم، بحبكم كثير. كان معكم بلال نقوزي. حاليا انا بعدني بلبنان يا حبايب قلبي، وانا انتم عارفين انه انا رجعت عائلتي اصلا لهون وبلشوا مدارس هون، وهذا كان الهدف. اخر همي كل شيء اقتصاديا، البنوك، التسكير، السجن، فوت على بنك كانه سجن. اخر هم الاوضاع اللي حوالين. انا عارف لبناننا، عارف كيف شكله، عارف ضرباته، عارف قرفه، عارفهم كلهم. بس لا، انا جاي اخذ احلى شيء عندنا بلبنان، التعليم. بصراحه انا جاي كرمال هذا الموضوع، التعليم الخاص. لانه التعليم باسطنبول، هذه كمان هنقطع اتطرق لها بشكل سريع. التعليم باسطنبول بطاطا، بالانترناشونال سكولز بطاطا، تجاريين كلهم سوا، الا من رحم ربي علشان ما خبص يعني. التعليم باسطنبول تجاري تجاري تجاري. فجأة معلمة بتفل، فجأة بيدهنوا حيط بسكروا المدرسة، فجأة بيعملوا تعقيم، فجأة بتكون المدرسة بتجنن بس علشان ما يندفع حق هيدا اليوم للمدرسين. ما بيعطوا اذون عمل لمعلمات، فجأة بصير بدهم بحطوا دعاية، بدهم معلمة ماث، فجأة. مهم هذا الموضوع كمان زدته. فأنا أتوقع على فكرة السنة اللي جاية إنه يكون في ناس كتير رح ترجع على لبنان، أو رح ترجع على بلدها كانت حاطة أولادها انترناشونال، وفهموا إنه موضوع التأسيس بالانترناشونال غير مجدي، ورح يرجع الأولاد لورا بالعلم. عم نحكي بالتعليم، ولا يصح إلا الصحيح. الله يفرجها علينا وعليكم، إن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا مني.
بلا شوفة حال، عم بحكيها بكل هيك حب، ان شاء الله تكونوا عن جد عم تستفيدوا مني، وانا شو فيني استفيد منكم وشو فينا نستفيد من بعض. جماعه ما تقصروا، احكوا وساعدونا ونساعد بعض، وضلكم ناس محترمه بتفهم وعندها اخلاق، عندها اخلاق قبل اي سكيلز، قبل اي شيء انتم بتملكوه من سكيلز بتقدروا تعملوها او فهمانين فيها. اذا ما في اخلاق بتسووا بطاطا، والله العظيم هذا اهم شيء، حافظوا عليها. الله يقوينا ويقويكم، واي شيء باسطنبول انا جاهز، حتى تجاريا. اوكي، حتى تجاريا صار عندنا من الخبره والعلاقات الكبيره باسطنبول اللي بنقدر نفيدكم فيها. بحبكم كثير. جورشروز قولوا بلال مش عم بفيدنا، بس لا مش رح اقول جورشروز لانه بدي اشوف شو في كومنتس. اسم الله لشوف بس شوي سلم عليكم. ثانك يو يا محمود، ثانك يو يا انطوان امال. لا مش رح اقدر كلكم سوا، مش رح اقدر. صباح الورد، صباحو كلكم سوا. فيكم تخبروني بس من وين عم بتتابعوني، بس حتى اعطي تحيه لبلدكم. مش ضروري بلدكم، جنسيتكم، بلدكم، مهم انتم العرب كلكم سوا حبايب قلبي، وين ما كنتوا عم تحضروني والله، وين ما كنتوا. وعلى فكره ليكم اذا عندكم سؤال يلا بعدني انا وياكم رح اكون معكم شوي. اذا عندكم سؤال انا لانه بصراحه بدي روح عندي شغل، بس اذا عندكم سؤال خليني اجاوبكم. شو فيني ساعدكم باسطنبول؟ تفضل. سوري. من لبنان، هلا باهل حميه بلبنان كلهم. لبنان السويد هيدا؟ والله ما بعرف، والله ضاعت اذا السويد او لا. او يونان صح. لبنان نيجيريا بريزنتلي. اوكي حبيبي الي تحياتي لك. هايدي محمود هادي تبعك دايما ساكن بالكويت، كل الاحترام والتقدير لك. شكرا يا حبايب قلبي، شكرا حبايبك. انا كمان ببذلكم كل الاحترام والتقدير. ميشيل تحياتي للبنان. اهل سلامي كلهم على راسي. سهى حسن شكرا يا سهى، شكرا. محمد صمد احلى بلال، انتوا الحلوين. هلا امريكا تحياتي لك. جريس صح، جريس. فات الحابل بالنابل ما بقى صرنا عم نعرف شيء. التعليم تجربته باسطنبول، المشكله مدرسه تبع بلدي مصاصين دماء، غير موضوع المصاري كمان. قبل التعليم شيء بتعب النفسيه. اندري تحياتي لك كمان. لبنان خبروني من وين عم بتتابعوني، خبروني، انا مبسوط جدا عم تقولوا لي من وين عم بتتابعوني. عم بيقولوا سملي بس تفتح واتساب ومش شيء ثاني. لا، بتاخذ باكج انترنت يا انطوان، بتاخذ باكج انترنت مش واتساب. من الاردن تحياتي لاهل الاردن. نشامه على راسي يا حبايب قلبي. من وين بعد عم تتابعوني؟ من وين؟ هذا الفيديو على فكره لازم والله العظيم تنشروه كله من اوله لاخره. ترجعوا تنشروه، واللي ما حضر هلا واللي فات هلا يرجع يحضر الفيديو هذا. انا ما بدي اطول عشان ما يكون الفيديو بعدين انتم عم تحضروه طويل بصراحه. بس خليني نسلم عليكم. تحياتي لاهل ليبيا الشرفاء، حبايب قلبي كمان. الله يعافيكم يا رب. استاذ ياسين المصري تحياتي لك حبيبي. نحن بنستفيد من بعض والله. حسن الزين حبيب قلبي، مشتاقين كثير، مشتاقين. انطوان تحياتي. خلونا نفيد بعض، نشتغل مع بعض. اوكي، خلونا نفيد بعض، نشتغل مع بعض. من فلسطين حبيب قلبي محمود. وين بفلسطين يا حبيب قلبي؟ والله العظيم ليك من كلمة من فلسطين ليك كذا نون، والله العظيم ضرب لي قلبي. يا محمود دير لنا قناة على الواتساب. امل ان شاء الله قريبا في رقم تليفون، انا هذا اللي عم حضر لكم اياه على فكرة. في رقم تليفون تركي خاص رح اعلن عنه قريبا، هو لخدمات ثقة باسطنبول، وهو رح يكون معي انا شخصيا. اوكي، خدمات ثقة باسطنبول ورح يكون معي شخصيا. تحياتي لك اخوي، تحياتي لك يا حبيبي. ذكروني من وين عم بتتابعوني، ما توقفوا. كل اللي عم تحضروني هلا ما تمروا مرور الكرام، خبروني من وين عم بتتابعوني. بلال كيف الاسعار صارت اول سنه ما بسافر تركيا؟ الاسعار خرافيه، الاسعار بتركيا كثير غاليه. اذا معك دولار بعدك بعدها مقبوله، بس الاسعار كثير غليانه بكل شيء. سامر نوري فروم جوردن تحياتي لك يا سامر حبيب قلبي. صباح الخير من تونس. سليم اهل تونس على راسي، تونس الخضراء بالضفه الغربيه يا محمود حبيب قلبي. حبيبي يا محمود الله يقويكم يا رب.
الله يقويكم والله ينصركم ان شاء الله. والله العظيم لازم تعرف انه نحن من قلبنا عم نحكي، من حرقه قلبنا. عم طلعت بهذا الفيديو والله العظيم من قلبي، من قلبي كنت عم بحكي مع الانفلونسرز وعم بحكي مع الناس، ما بحكي مع الناس اللي بتعمل دعايات، وعم بحكي مع الكل والله من قلبي. بعدين مش بحاجه اقول والله من قلبي، لانه الله بيعرف، الله بيعرف. كمان قصه نحلف على الطالع والنازل. اخوي شو وضع اقامات باسطنبول للفلسطينيين؟ اخي انا بعرف الاقامه هلا باسطنبول حبيب قلبي للاول مره مش عم تطلع، بس انت هلا شكلك يعني هذا الموضوع رح ارجع اشوف انا اذا في شيء جديد هلا لاخواتنا الفلسطينيين، وبرجع بخبركم ان شاء الله. طرابلس حبيب قلبي يا راني، يا اهلا وسهلا فيك يا حبيبي. الحمد لله على كل شيء يا محمود دائما وابدا. صباح الخير، انا لبنانيه من دبي، بليز بهمني اسعار الشقه بتركيا اذا فينا ناخذ جنسيه. هنادي اذا عن جد انت جديه هنادي تواصلي معي، فيك تاخذي هذا الشيء من خلالي 100% بامان وسلام. اوكي الشقه بتكلفك 400,000 دولار، واكيد بنخلص لك موضوع الجنسيه التركيه. ايه طبعا فيك تتواصلي معي اوكي، بس بليز ما تكوني عم تتواصلي مع كذا حدا، لانه ما بناسبني تقارنيني مع حدا. عم بحكي اخلاقيا وعم بحكي كذا، في ناس بتجنن اوكي، بس اذا بدكم تحكوا معي ما تكونوا كثير عم تحكوا مع غيري، تمام؟ اذا الوقت مش كثير فاضيين له، الوقت ثمين يا جماعه. تحياتي لك يا هنادي، وتحياتي لكل حدا عم بتابعني. طبعا تحياتي لاخوتنا من فلسطين متكلين على الله. قلبت الكاميرا بالغلط. عماد حنبلي تحياتي لك من اسطنبول حبيب قلبي. انت عماد خيي وحبيبي، كمان عماد خيي وحبيبي باسطنبول. من الجزائر سميل تحياتي لكم. هايدي جماعه انا بطلع لايف كل ثلاثة خميس وسبت، اذا عم قصر اوقات ما عم بطلع لايف والله العظيم هي النفسيه، ما قادر كل مره اطلع بس هيك احكي، يعني ما عندي شيء امور، بس رح ضل اطلع. شو فيني فيتكم باسئله واي شيء بدكم باللايف، كمان انا جاهز، انا جاهز. شكرا يا هنادي، شكرا هنادي، كلك ذوق، كلك ذوق يا هنادي، وانت على راسي اكيد، كلكم على راسي، كل حدا بتابعني بيشبهني والله بعرف هذا الموضوع. اسعد الله صباحك من طرابلس ليبيا، تحياتي لكل اهل ليبيا وطرابلس الشرفاء. الفيزا التركيه للفلسطيني من لبنان سهله، الفيزا التركيه للفلسطيني من لبنان عم يعطوها في VIP وفي عادي، بس انه إلها ناس اوكي، إلها ناس. كمان فيني اوصلك بحدا اذا بتحب، عندي علاقه هون يعني بقدر اوصلك فيها، تمام يا جماعه. اليوم انتم يعني والله العظيم شو بدي اقول، اتحفتوني هيك بحبكم، وعم بتزيدوني حب اني دايما ضل اطلع باللايف وما اقصر. والله العظيم من القلب بحبكم كثير، بحبكم. بيوم من الايام رح نكون نحن وياكم ناس عنا شيء وعم نعمل شيء وعم نفيد بعض بهذا الشيء. بليز خليكم منيح مع بعض، بليز ما تأذوا بعض، ما تطعنوا بعض بالظهر. خلوا الدين والاخلاق نصب اعينكم اول شيء. الشيطان قاعد بكل ميله وبكل محل لحتى يجرب يدعسنا، ما تسمحوا له. وعوا هذا الشيء المنيح بقلبكم، وعوا هذا الجزء، هذا الموضوع كتير كبير ومتشعب وعلى كذا مجال. شو بدي احكي والله شو بدي احكي. في اشياء عن جد ما كله حق يقال. انا كثير زعلان بزياده من اللي حوالينا واللي قرفونا بزياده وزعمائنا العرب. ان شاء الله يكون بميزان حسناتي. انا الحمد لله صادق باللي عم بحكيه هلا، ان شاء الله يكون بميزان حسناتي، الله بيعرف. مين قال لك انه نحن يعني اوقات بخيم علينا الجو انه بيجي لك الشيطان لازم تتخبسن على هذا الشخص ولازم تعمل، وانا بصير هيك وانت بتصير هيك وكذا. دايما نقول يا رب ما تجعلنا نروح بهذا الخط، دايما دلنا على طريق الصح، على طريق الخير، على طريق انه نضلنا ثابتين. الثبات على فكره نثبت، هذا مش سهل الواحد يثبت، لانه القلب دايما بيتقلب. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. ثبت، هذا الثبات مش سهل. دايما بيتقلب الشياطين. ايه زعلان كتير يا هلا، زعلان كتير والله العظيم، زعلان كتير من قلبي.
لانه عم شوف نحن كيف عم نطلع، ولا حدا قادر يدعم فوق، ولا حدا قادر يحكي ولا حدا قادر يفشلنا خلقنا. انا بدي ناس تطلع. خلص كيف بدي طلع كارت فيزا تركي من اي بنك؟ مع العلم انا سائح ولكن كارت الفيزا يلزمني. احمد روح على كويت ترك، اوكي؟ روح على بنك كويت ترك. هيدا اكثر بنك بيطلع على الباسبور، بيعطيك، بيفتح لك حساب وبمشي لك امورك. بس فوت اونلاين شوف شو هي الفروع باسطنبول يلي بتفتح حسابات بنكيه للاجانب، اوكي؟ لانه مش كل فرع كويت ترك حدك، لانه مليان منه كويت ترك بكل شارع. مش كل فرع بيقدر يفتح لك، اوكي؟ وبدك تتواصل معهم، شوف كيف طريقه التواصل، وبدك تاخذ موعد وبتجي على الموعد ثاني يوم او ثالث يوم، تمام؟ جرب تفوت على فرع كويت ترك اذا ما عملت هذا الشيء اونلاين، هالهوم ورك هيدا. فوت على كويت ترك واسالهم كيف في افتح كويت ترك. بعتقد بتلاقي جو انجلش شوي ممكن يساعدوك. تحياتي لكم حبايب قلبي. طيب بما الواضح انه ما في اسئله، المهم كويت ترك وقف الفيزا الا على الاقامه، اكيد يا عماد؟ اكيد. اوكي طيب انت لشو بدك اياها الفيزا؟ لانه في كثير اشياء فيك تستعوض عنها عن البنك اصلا. في كذا كارد بتاخذهم كانك بنك، يعني شو اللي بدك اياه انت، وبيكون عندك ايبان وحسابه عادي يعني. الله يكون بعون اخوتنا بفلسطين وينصرهم، امين يا طاهر امين. شكرا اخي للاجابه احمد، تحياتي لك، ولو ورده لك كمان، احلى ورده. عندي شقه باسطنبول، كيف الاسعار حاليا؟ عندك شقه باسطنبول، كيف الاسعار حاليا؟ شو قصدك؟ فهمني اياها يا جون. اذا عندك شقه باسطنبول بتحب تاجرها من خلالي، اوكي، تواصل معي لحتى تشوف قد ايه انت انسان صادق وقد ايه هي الشقه لك، واتاكد منها باسطنبول. واكيد ما في شك ان شاء الله بتكون لك، لانه انت عم بتتابعني وانا اللي بتابعوني بيكونوا بيشبهوني، فتواصل معي لحتى نشتغل فيها سوا ان شاء الله، اوكي حبايب قلبي. ممكن ارسال من شان الفيزا التركيه الفلسطيني بلبنان. قدمت طلب فيزا ورفض عليه من كل سنه بكون بتركيا مرتين، وانا تاجر معرفه سبب بعت لي رقم حدا يفيدني. بس انت بتطلع من لبنان على تركيا، بس انت فلسطيني صح؟ هذا هو تمام. هلا تواصل معي على الخاص حبيب قلبي، الومينيكو، تواصل معي على الخاص، وهلا بعت لك رقم خيي احمد اللي هو مسؤول عن الفيز التركيه للفلسطينيين، اوكي حبيبي؟ يلا انا خليني فل، وبالاخر بقول لكم يعني بسمه شوي. هلا حسيت حالي فضفضت والله العظيم، اول مره بتبسم. اذا بتراجعوا اللايف كله هلا هيدا اول مره بتجيني البسمه، بس في شيء راح من بالي شوي، في شيء راح عن قلبي. حسيت حالي فضفضت لاحبابي وناسي، كانه قاعدين بقعده كلنا، وكانكم انتم من اعز الاصدقاء والله العظيم، لانه الواحد بفضفض لناس بتعني له. انا ارتحت، تبسمت شوي. طبعا الغصه بتضلها جوا، والدعاء الله بيعرف لاهلنا بغزه، الله يفرجها عليكم وعلينا. الشقه للبيع، اوكي جون فيك تتواصل معي يا عزيزي اذا بتحب تبيعها. بحبكم كثير. بالاخر بنقول جوريشوز، وقولوا بلال مش معنا، ما بدي اقول مش عم بفيدنا. روحوا، باي باي.